1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة. دي الشروط اللي لازم تحققها عشان تقدر تقدم في برنامج شركاء يوتيوب، عشان تقدر تقدم على الربح وتكسب من قناة اليوتيوب الخاصة بيك. ال1000 مشترك ده موضوع سهل جدا، وده هنركنه على جنب دلوقتي لان ده هنقدر نحققه مع بعض بعدين. النهارده احنا هنتكلم ازاي نقدر نحقق 4000 ساعة مشاهدة في اقل وقت ممكن. النهارده انا هقدم لك موقعين جامدين جدا هتقدر من خلالهم ان انت تقدر تحقق شروط اليوتيوب 4000 ساعة مشاهدة في اقل وقت ممكن. وعشان ما اطولش عليكم انا هبدأ معاكم الفيديو على طول. اول حاجه يا جماعه بنهتم بيها هي الكلمات المفتاحيه لكل فيديو. دي الحاجه اللي تقدر تخلي فيديوهاتنا توصل لاكبر عدد من الناس. اول موقع هنستخدمه معانا النهارده موقع اسمه رابد. طبعا يا جماعه انا هسيب لكم رابط الموقع تحت في الديسكربشن. ده يا جماعه الموقع زي ما انتم شايفين رابد تاج. الموقع ده يا جماعه انت مثلا حرفيا الموقع ده يا جماعه حرفيا تقدر تجمع منه اقوى كلمات مفتاحيه للفيديو بتاعك. مثال مثلا انا عايز اعمل فيديو دلوقتي عن تحقيق شروط ال 4000 ساعة، هكتب هنا تحقيق شروط 4000 ساعة يوتيوب ونعمل انتر. زي ما انتم شايفين يا جماعة جاب لنا كل الكلمات المفتاحية الخاصة بالفيديو بتاعنا. تحقيق 4000 ساعة مشاهدة، ربح من اليوتيوب، متابعة دروس اليوتيوب، تحقيق شروط الربح من اليوتيوب، تحقيق 4000 ساعة شروط اليوتيوب، الربح من اليوتيوب. زي ما احنا شايفين يا جماعة هنا هنيجي نعمل نسخ للعلامات للكلمات الدلالية، وهنروح على الفيديو بتاعنا. هديكم مثال مثلا هندخل على قناة اليوتيوب الخاصة بيا. طبعا يا جماعة دي قناة بديلة أنا بشتغل عليها. هنا يا جماعة هنفتح القناة، هندخل على الاستوديو. طبعا النت بطيء شوية معايا. هنا هندخل على الاستوديو بتاع القناة بتاعتي. وهندخل هنا على المحتوى. هنختار أي فيديو اللي احنا عايزين نعمل عليه الكلمات الدلالية. مثال مثلا هنختار مثلا الفيديو زي كده. هندخل نعمل تعديل. هننزل تحت شوية، هيجيب لك هنا تحت هيقول لك عرض المزيد من الخيارات. هنضغط عليها، هيفتح لنا قائمة تحت اللي هي إضافة علامات. هنعمل فيها بيست لاسك الكلمات اللي احنا خدناها. طبعا يا جماعه احنا زي ما احنا شايفين احنا هنعمل لكل فيديو مخصوص كلمات دلاليه خاصه بيه هو. هنكتب اسم العنوان في البرنامج هيظهر لنا الكلمات الدلاليه بتاعته. هناخدها كوبي ونحطها بيست هنا. طبعا عشان دي مش الكلمات الدلاليه بتاعت الموضوع ده فانا طبعا مش هينفع ان انا احفظها بيه. بعد ما بتعملها هتعمل حفظ. دي هتسهل عليك جدا جدا. اي حد هيبحث باي كلمه من الكلمات الدلاليه دي الفيديو بتاعك هيظهر رقم واحد على اليوتيوب. ده الموقع الاول معانا. الموقع الثاني اختصار الروابط. ناس كتير جدا بتشتكي ان هي لما بترفع الفيديو بتاعها على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو ما بيظهرش عليه مشاهدات، ما بيحتسبش الساعات بتاعته. طبعا احنا هنحل المشكله دي بموقع اختصار الروابط ده. طبعا برضه يا جماعه الموقع ده انا هسيب لكم الرابط بتاعه تحت في الديسكربشن. هنا الموقع هندخل بقى يا جماعه على اي فيديو من بتاعنا. هندخل برضه على القناه بتاعتنا بتاعت اليوتيوب. هندخل على الفيديوهات. هنختار مثلا الفيديو ده. طبعا احنا مش هنشغله، هناخد الرابط بتاعه من فوق من هنا. هناخده كوبي، ندخل على الموقع بتاعنا، ندخل على الصفحة الرئيسية بتاعته. هنلزق نعمل لاصق للرابط هنا ونعمل انتر.
هنا يا جماعه بيحول لنا الرابط بتاعه لرابط مختصر، هنقدر بكل بساطه ان احنا نرفعه على كل مواقع التواصل الاجتماعي. اي حد هيدخل يشاهد هنا نزل لنا اهو الرابط المختصر بتاعه. هناخد الرابط ده يا جماعه ناخده كوبي وندخل على كل مواقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، فيسبوك، تليجرام، اي موقع تواصل اجتماعي هنلزق عليه الرابط ده. اي حد هيضغط على الرابط عشان يشاهد الفيديو هيحوله تلقائي على اليوتيوب، وبكده هتحسب لنا المشاهده بتاعته وهتحسب لنا نسبه الساعات بتاعه اليوتيوب. وبكده نقدر نكون وصلنا لنهايه الفيديو وشرحت لكم الموقعين اللي احنا بكل بساطه نقدر نستخدمهم عشان نزود عدد الساعات بتاعتنا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدخل تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هقول لكم ازاي تقدروا تحققوا 1000 مشترك بكل بساطة. شكرا لكم.